متابعينا اهلا بيكم في حلقه جديده من انا والنجوم وهواك النسخه المسروقه. وسؤال حلقه النهارده بيقول ازاي تصالح حد بتحب؟ جالنا افكار كتير فما تيجي نشوف. بعطيه بوسه وبحضنه، واذا كنت غلطانه بعتذر. طب لو انا مزعل واحد صاحبي اعمل ايه؟ انا مش عايز ابوسه، ممكن احضنه بس مش عايز ابوسه. هصالحه بالهشك بشك والاكل. والله مش محتاجه اكل، ده انت الهشك بشك بس هتقضي عليه. ده بالهشك بس قبل ما توصلي للبشك هتلاقيه بيدوب كده. حد هيبقى فاضي ياكل ساعتها. جايه معاكي باي وانا اعملمه. هبه معاكي على فين؟ قوليلي وانا اجيبهولك. زعلانه على راسي اجيبهولك في شوال اللي انت عايزاه. ابعت لها نودز على التليفون هوت. انا اسف ان انا مطلع الستوري دي، بس انا عايز اوصل رساله لكل اصدقائي الشباب. مفيش بنت طبيعيه مهتمه بالنودز بتاعتك خالص. عملت كذا استطلاع رأي كلهم اثبتوا ان هم مش مهتمين تماما. هبقى كده الموضوع مش متوازن في الحته دي، فما تتبرعش بيها واكيد صالحش بيها. يعني لو هو بقول له خلاص بقى يا كوكو حقك عليا مش قصدي ازعلك، واحدف له بوسه في الموبايل فصوت يوتا كده يقول لي بحبك. انا عايز اقولك على حاجه، مش البوسه اللي جابت نتيجه، كوكو هي اللي بتجيب. انا بسمع كوكو دي بنهار، بدوب، مرحله ذوبان. كوكو بتجيب. انا باكد لك اتدلع عليه وابين حته من الحته الكيوت اللي فيا، وبعدين اعزمه على اكل يحبه. يعني والله لو بينتي حته كيوت او حته من الكيوت هو هيبقى مبسوط اكيد طبعا. ودي طريقه سليمه جدا ان انت تصالح بيها حد، واكيد بتجيب نتيجه. اللحمة يا بيتر، للولد اللحمة الملبن، للبنت لحم البقر شاورما. طب انا كبيتر لو بحب لحم البقر بحب اتصالح بالشاورما، ابقى بنات ولا انا ايه ظروف؟ يعني انا بحب الشاورما يا اخي، عايز شاورما مش عايز ملبن دلوقتي. انا الله صالحها ب4 خواتم وجوهرة. ليه؟ انا مين؟ حبيبتي تسوى كنوز الدنيا طبعا مفيش كلام، لكن انا كلي على بعضي بكام اصلا؟ انا لو جبت خاتم واحد هتدين، هبقى مديون. 4 خواتم وجوهرة لو جبتهم هموت واسيبها هي تسدد الكريدت كارد بقية حياتها او تتسجن. فاهم ليه؟ بتبع معه اسلوب العض، هو يعضني بعدين وانا اعضه وهيك بنتصالح. فكرة جميلة جدا وعشوائية وشقية جدا، بس في عدم توازن في القوة. لو انت متخيلة ان عضتك، يعني بصي انت بتاكلي البرجر ازاي وهو بياكل البرجر ازاي، هو بيعض تقريبا 8 سنتي جوه، ممكن يجيب اعصابك، يقطع لك وتر في عضة. الموضوع مش متكافئ، ما تعمليش كده، خطر. اجري عليه وبوسه. طب ليه اعزله اصلا واقعد ادور على طريقه اصالحه بيها؟ انا شايف ان انت لو بتفكري تصالحيه بعدين حاولي ما تصالحيهوش بالعربي، حاولي تترجمي الكلام ده للغه تانية عشان يفهمها. عشان كده مش شايفه ان انت بتصالحيه، شايفه ان انت زعلانه من حاجه. بتجاهله لان هو المفروض يرضى لوحده. ليه لازم اصالحه؟ كلام سليم. يعني انت ضايقتيه وهو قاعد لوحده متضايق، قاعد يضيع وقت، قاعد بيعمل ايه؟ ما يقوم يصالح نفسه، يسمع مشاكله ويطيب خاطر نفسه ويطبطب على نفسه ويروح يجيب له شوكولاته ويصالح نفسه. يعني قاعد مستني ايه؟ مستني تيجي تصالحيه مثلا؟ بروح لشغله مفاجأة عشان اصالحه. الحالة الوحيدة ان دي ممكن تكون فكرة كويسة ان انت تيجي تقولي يا جماعة هاتوا لنا احمد عشان مامته جت تاخده النهارده يروح نص يوم، هات شنطتك وامشي. اي حاجة تانية هتبقى صدمة عصبية، ممكن يموت منك. انا اذا الغلطان بعتذر، واذا هي اللي غلطت برضو بعتذر. كلام مظبوط، معروف المثل بيقول لك افضل طريقة للدفاع هي الدفاع. مظبوط، كمل اعتذر. انا اسف يا سيدي، انا كمان مش عارفة. لو عارفة كان زماني عملتها من 1.5 سنة. قول لي انت حل فعال. حل فعال في ايه؟ 1.5 سنة زعلان، ده زمانه حمض باظ تحلل. انت بتدوري عايزه حل فعال ايه المره الجايه ان شاء الله؟ يعني سعيد الحظ اللي جاي ولا ايه؟ احنا ما بنصالحش حد، هم اللي ليهم الشرف يصالحونا. امال ايه يا اخويا؟ امال ايه يا مدام نرجس، يا مديره قريه النرجس، يا مديره العاب النرجسيه الدوليه، ما شاء الله عليكي. طبعا انت اللي تصالحي اكيد. ده احنا لينا الشرف ان احنا قرينا الاجابه دي. بقول له بس يا حمار حماره، اللي بينا اكتر بكتير من حته موقف تافه هتحط. ده ايه الحوار ده؟ ايه الحوار البليغ ده؟ ايه الكلام الكبير ده اللي بيجيب من الاخر؟ يا حمار افهم. بحبك. بصالحه باني بلطشه بالقلم. ده ايه؟ جايباه منين ده؟ جايباه من انه سوق عبيد ده اللي بتزعليه بعد كده تلطشيه بالقلم؟ اللي هو بيحب يتضرب بالقلم. خلاص ما تقوليش، مش عايز اعرف.
ازاي تصالح حد بتحبه؟ النهارده حد سألني سؤال جميل قوي. طالما انت بتحبه زعلته ليه؟ للاسف الشديد احنا بمزاجنا او غصب عننا بنزعل ناس بنحبهم. اكيد وانت بتعمل حاجه الغلط ما تكونش بتفكر انا عايز ازعل الحد ده، عشان انت بتحبه، فارق معاك، انت مش عايز تزعله، مش عايز تنيمه زعلان، مش عايز تجرحه. بس مخك بيخدعك بطرق كتير جدا. مخك احيانا بيديك مبررات انك تعمل حاجه غلط، احيانا بيديك مبرر ان انت مضغوط، انك غصب عنك، ان انت متعصب، ان انت تحت whatever الضغط اللي عليك، فبتدي لنفسك الحقيقه ان انت تغلط، ان انت تزعل حد بتحبه. لكن في الحقيقه لو انت عندك الاختيار اللي هو تزعله ولا ما تزعلوش بالسهوله دي، هتقول لا اكيد ما زعلوش. بس احنا ما حدش فينا انسان كامل، مليانين غلطات ومليانين مشاكل بتخلينا غصب عننا او برضانا احيانا بنزعل الناس اللي بنحبهم. ما اظنش ان الموضوع مش واضح لكل الناس، بس اهم حاجه محتاج تعملها لما تكون غلطان هي اعترافك بالغلط. انك ترمي مسؤوليه الغلط على اي حد تاني او على الظروف او على حد او على الشخص اللي انت مزعله، دي ممكن تبقى ابشع حاجه ممكن تعملها في الوقت ده. انت حد انت غلطت في حقه وحتى مش عايز تتحمل مسؤوليه ان انت غلطت في حقه. اول حاجه تحمل المسؤوليه كامله، ما ترميش المسؤوليه ولا اللوم على حد تاني. لو عايز تشرح الظروف اللي حصل فيها ده ممكن، لكن ده مش مبرر ان انت تقول انا عملت كده عشان حصل فيها كذا. ده معناه ان لو الظروف قررت تاني انت هتغلط في الحد ده تاني وهتجرحه تاني، وده عكس فكره ان انت جاي تصالحه. الحاجه الثالثه وهي اهم حاجه هي انك تسمع. انت غلطان، انت مش صاحب حق هنا، انت المفروض محقوق للشخص ده. انت اهم حق محتاج تديهوله انك تسمع. سمع وانصات لفترات طويله، وفي الاخر كل واحد بيتصالح بشكل مختلف. بما ان حضرتك غلطان فمش انت اللي بتقرر الشخص ده هيتصالح امتى وازاي وهيبقى عامل ازاي بعد ما انت غلطان. اقصى حاجة ممكن تعملها انك توفر له كل الطرق اللي تخليه يحس بطريقة احسن، او ان هو يحس ان هو بيشفى من اللي انت عملته فيه، وان هو ينسى اللي انت عملته فيه، او ان هو يسامح فيه. حقه يسامح بطريقته، من حقه يسامح في الوقت اللي هو عايزه، من حقه يقرر هيعاملك ازاي بعد ما غلطت فيه عشان انت غلطان. لأننا بنغلط، ايوه كلنا بنستقبل الغلطات فينا بنفس الشكل، مش كلنا بنسامح. وانت مش فاهم، انت ممكن تكون خبطت في ايه، ممكن تكون قلت كلمة بسيطة جدا بالنسبة لك، دي خبطت في حاجة هزت حياته ودمرتها. مش من حقك تقرر هو هيتصالح ازاي وامتى، وهيسمح لك امتى ترجع زي الاول ولا ترجعش زي الاول تاني. فقبل ما تغلط فكر كويس قوي، عشان انت متعرفش نتائج غلطاتك هتوديك فين. في النهاية عايز اقول ان اعظم هدية ممكن حد يديها لك في الدنيا هي هدية او عطية الغفران، ان هو يسامحك. حاجة كبيرة وحاجة عظيمة قوي 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 قوي. حد بيديها لك ده بيديك هدية، انت غلطت وهو اداك قصادها هدية، فلازم تقدر حجم الهدية دي جدا جدا جدا، وما ينفعش تتهدى نفس الهدية اكتر من مرة. افتكر ده كويس. وفي النهاية اتمنى لكم حياة ما فيهاش مشاكل، ولا تزعلوا الناس اللي بيحبوكوا ولا الناس اللي بيحبوك يزعلوكوا. واشوفكم يوم الجمعة الجاية في حلقة جديدة من انا والنجوم وهواك، النسخة المسروقة.